هاد السيمانه الاخوان زكريا ابو خلال غيعيش واحد القضيه اللي هي خطيره وعانوا منها بزاف ديال الناس قبل منه بسبب واحد الحاجه بسيطه، انه واحد السيد اللي هو متدين وشاد في الدين ديالو، ولكن للاسف طاح في واحد البلاد اللي الكونترير ديال هادشي تماما. وإلا شمات فيك انك مسلم وغادي دوز هاد الثقافه ديالك لشحال من واحد كتحاول طيحك باش ما عطى الله. من مور سعد المجرد واشرف حكيمي دابا ولات كتبان ليهم زكريا ابو خلال، هذاك الدري اللي كان فرحنا في كاس العالم وما خلاش من جهده وعطى اللي عنده. هاد السيمانه واحد الصحيفه فرنسيه كطيح عليه الباطل وسمعوا معايا. Toulouse, Zakaria Abouklal, donc joueur du TFC. Et puis l'attaquant marocain Zakaria Aboukral. Alors je précise au préalable que Zakaria Abouklal, il était déjà dans une tourmente au Maroc, où des médias marocains l'avaient accusé il y a quelques semaines de prosélytisme au sein de la sélection. Voilà, il avait dit non, c'est faux et tout. Et là, donc Abouklal, lui dit ah bah ouais, mais moi je respecte tout le monde. Le respect est une valeur que j'estime. Donc il s'étend aux autres. Il englobe aussi le respect de mes croyances. Donc lui, en gros, il respecte pas la journée, mais il veut qu'on respecte ses croyances à lui. وهادشي كامل الاخوان علاش؟ حيت هو رفض انه يلبس واحد التوني ديال مجتمع الميم، وانتم كملوا من راسكم. حيت الاخوان ولاو اي فيديو ممكن تقول فيه هذيك الكلمه كيحيدوه ليك وما كيخليوش يطلع. انا نقول لكم مجتمع الميم وانتم فهموا. 17 ماي هذا التاريخ هذا هو اليوم العالمي للمجتمع الميم، وكترويج لا ليغ ان لهاد المسائل هادو داروا الشعار ديالهم والالوان ديالهم في جميع التونيات ديال جميع الفراقي. بعض اللعابه اللي هما مسلمين قبلوا انهم يلبسوا هاد التوني هذا، والبعض الاخر ما بغاش وكتبقى حريه شخصيه ديالو. Il y a aussi beaucoup de joueurs musulmans qui ont joué ce week-end avec le maillot. Ça pose aucun problème. وحتى من حكيمي اللاعب المغربي حتى هو لبس داك التوني. انا ماشي كندافع عليه هنا، ولكن هو اصلا نايض عليه مشاكل بزاف في هذه الوقيته، وإلا زاد عاوتاني الضامن في هذا المشكل هذا غتزيد تنوض عليه اكثر. هذا ماشي موضوعنا. موضوعنا اليوم هو زكريا ابو خلال، واحد القناه فرنسيه اللي هي RMC فرانس وكتعتبر عندها واحد الشعبيه كبيره في فرنسا، هما اللي نوضوا هاد الزوبعه كامله. ولكن تبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا ان هذه القناه هذه كذابه وبالدليل. ونبداو على بركه الله. زكريا ابو خلال تزاد في 18 فبراير في سنه 2000 وبالضبط في هولندا في روتردام. الام ديالو مغربيه الاصل والاب ديالو ليبي، وهو تزاد في هولندا. اذا زكريا عنده 3 ديال الجنسيات، ليبيه مغربيه وهولنديه. الام ديالو هي السيده لمياء البكراوي، وهي كتعتبر واحد الرياضيه قديمه وكانت واحد الاتليت مغربيه ومثلات المغرب. والاب ديال زكريا سميتو طارق ابو خلال، ليبي الجنسيه. وهنا فين تلاقى مع الام ديال زكريا ابو خلال وتزوجوا، ومن بعد هاجروا للديار الهولنديه. يعني ان هذه الموهبه والسرعه اللي كيتوفر عليهم زكريا ابو خلال ما جايبهمش من فراغ، ولكن العائله ديالو والام ديالو بالضبط رياضيه بامتياز. وهنا بالضبط غادي نعرفوا علاش زكريا ابو خلال اختار انه يلعب مع المنتخب الوطني المغربي، مع العلم انه درج في الفئات السنيه ديال المنتخب الهولندي. وهو اصلا منين كان صغير وهو كيقول لوالديه الحلم ديالو انه يولي واحد اللاعب كبير ويمثل المنتخب الوطني المغربي. انا ملي كنت صغير كنت كنقول للوالد والوالده ان شاء الله نولي كويري، بغيت نلعب المنتخب المغربي. وكاع دوك المغريات الاخوان ديال المنتخب الهولندي ما جابوا حتى شي نتيجه مع زكريا، حتى انه لعب مع الفئات السنيه ديال اقل من 17 عام اللي كان كيماركي معاهم بزاف، وكان تيبان انه واحد المهاجم مستقبلي. وكون مشى مع هولندا ما كناش نقولوا علاش، حيت هو تدرج في الفئات السنيه ديال داك المنتخب، ولكن رفض هذا الشيء كامل ولعب مع المنتخب المغربي. وهذا الشيء كامل اللي زاد حبب المغاربه في هذا اللعب هذا بالروح ديالو القتاليه والانضباط والسلوك وسيرته الاخلاق. ولكن هو عنده واحد الميزه مختلفه على بزاف ديال اللعابه، انه كيهضر باللغه الدارجه عادي بحال انه عايش في المغرب. زوينه بزاف، انا فرحان غادي احتنيت عندهم. صافي غادي دابا نحول لفرنسا، خصني نتعلم الفرنساويه ان شاء الله. انا فرحان بزاف حيت غادي نمشي ليها كلوب زوين وحياه جديده بحال اللي قلتي. غادي نتبدل من هولندا لفرنسا، غادي نسكن اول ما غادي نخرج من هولندا غادي نسكن في تولوز. ولكن هذه النقطه هذه راه كتحسب للوالدين ديالو، حيت في السن ديال 3 سنين كانوا جابوه للمغرب باش يتطبع ويتشبع باللغه العربيه وبالاصول المغربيه ديالو، وكانوا تقريبا بقاو 4 سنين هنا في المغرب على ودو هو. وبالفعل هذا الشيء هذا راه بان فيه دابا، وشوفوا كيفاش ولا متشبت بالدين ديالو، وفين ما لقى شي فرصه كيعبر على الديانه الاسلاميه ديالو. وهذا هو المثال اللي حنا بغينا في المنتخب ديالنا يشوفوه الدراري اللي طالعين. زكريا
في هولندا لعب غير في الفرق الكبار، حيت في 2007 فاش رجعوا لهولندا دخل لبي اس في ايندهوفن، تما فين تفورما وزاد سقل الموهبه ديالو، ومن بعد داز الفريق ازيد الكمار، وهنا فين انفجرات الموهبه ديالو وجاوه بزاف ديال العروض من بزاف ديال الفراقي، ولكن هو اختار تولوز والسبب بسيط، انهم هما اللي تاقوا في الموهبه ديالو وهما اللي كونتاكطاوه الاولين. نسولك على التوقيع مع تولوز، يعني تلقيتي عروض كثيره لكن الاختيار ديالك كان لتولوز، علاش اختاريتي تولوز؟ اختاريت تولوز حيت تولوز هما اول فرقه اللي عيطوا عليا. وفاش كان جا لعب مع المنتخب المغربي في اول ماتش ليه كان سجل هدف. طريق ايمن برقوق مع زياش، برقوق يدخل وبرقوق هذه فرصه جول. زكريا بوخلال الوافد الجديد. نعم، حيت هو واحد المهاجم بالفطره، وحتى في تولوز سبحان الله العظيم الماتش الاول ديالو سجل عاوتاني هدف. وهاد الدري تبارك الله هادشي كامل اللي قلنا عليه راه يلاه عنده 23 عام، ولكن فاش كتشوفو كيهضر والكاريزما باش كيدوي كتحس به ان الدري شارب عقله، وهذا ناتج على ايش؟ ناتج على ان داك السيد متشبت بالدين ديالو وكيعرف بينه وبين الله، وربي عاطيه واحد القبول عند الناس. والاختيار ديالو بانه يمشي لتولوز كان اختيار موفق، حيت العام الاول ديالو اللي لعب معاهم دا لا كوب معاهم، وتولوز راه ما عمرها كانت تحلم بدي داك كاس فرنسا، وسبحان الله العظيم الشريف جا. وفي الفرحه ديال هاد لا كوب هذه بالضبط اللي دا تولوز غينوض المشكل ديال زكريا بوخلال. لورونس اغيباجي هاد السيده هذه هي نائبه العمده المسؤوله عن الرياضه في فرنسا. فاش كانوا داو هاد لا كوب هذه وكانوا كيحتفلوا في الفيستير ديالهم وفرحانين، هي تقول لهم نقصوا داك الشيء راه صدعتونا، وناض جاوبها وقال لها ان النساء عندنا في الديانه ديالنا راه ما كيهضروش بحال هكا مع الرجال وكيحترموهم. هذا الشيء على حسب ما قالت الجريده ديال RMC France. Toulouse, Zakaria Bouklal, donc joueur du TFC, qui lance à l'adjointe au maire: chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Quand l'adjointe au maire donc lui a demandé de se taire pendant les différents discours. وهنا بالضبط الاخوان فين بدات المشكله ديال زكريا بوخلال. ومن مور هذه الحادثه اللي طرات غادي يجي واحد الماتش ديال تولوز اللي غادي يتزامن مع اليوم العالمي للمجتمع الميم، وكانوا معولين انهم يهزوا واحد الشعارات ولافتات كيحتفلوا بالملونات. وخرج زكريا ابو خلال بكل احترام بواحد البوست نشره في الانستغرام ديالو وفي التويتر ديالو، وقال لهم انني ما غاديش نشارك في هذا الماتش، وكنتمنى انكم تحترموا القرار ديالي، حيت انا واحد السيد اللي ما عنده حتى شي صله مع هذا الشيء هذا، وكنظن انني انا ما غنفيدكم بحتى شي حاجه كيما كنتش، وهذا الشيء هذا ما فيه حتى شي كلام بالعيب. ولكن حيت قالوا في فرنسا وفي ذاك المجتمع اللي كيدعم الملونات غادي يديروا منه فيلم سينمائي. وهذا الشيء هذا الاخوان راه كان طرح حتى لواحد اللاعب مصري سميتو مصطفى احمد ولا شي حاجه بحال هكا، حتى هو كان بوسطا واحد البوست وقال لهم انني انا ما بغيتش نلعب هذاك الماتش الجاي حيت راه فيه هذاك المسائل، وحتى هو تم الايقاف ديالو. وهنا الاخوان ناضت الوزيره ديال الرياضه ايميلي كاستيرا وخرجت طلوع عرض في كاع هاد اللعابه اللي عندهم مواقف من هاد المساله هادي، وسمعوا معايا شنو قالت. Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on? Enfin, je veux dire, c'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel qu'on puisse tous se retrouver sur un message aussi basique. هاد الوزيره الاخوان راه كتعتبر من الداعمين الرئيسيين والاساسيين لقوس قزح، حيت كانت حضرات لواحد الماتش ديال المنتخب الفرنسي في قطر، وكانت جلسات في المنصه وجايه لابسه هذا اللباس هذا كاحتجاج على ان قطر اصلا رفضات هذيك المساله ديال دعم الملونات في ذاك الوقت. وراه هذا الموضوع هذا راه كتناض عليه روينه ديك الساعه. زكريا الاخوان بحكم التقرب ديالو من الله كيبان غير في ذوك المناسبات اللي فيهم شي حاجه ديال كلام الله. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. في حال هذا البودكاست هذا ديال هذا الاخ اللي فايت تستقبل نصير المزراوي وبزاف ديال اللعابه اللي كيتعتبروا مسلمين. وهذا الشيء الاخوان علاش كيخص التربيه ثم التربيه. ها النتيجه ديالها. زكريا ابو خلال راه حتى في كاس العالم لا عقلتو كانوا اتهموه بالارهاب، فاش كان خرج في واحد الصوره من بعد ما كنا ربحنا ودار هاد العلامه ديالها
وداروا عليها الطبالة والغياطة وردوهم انهم دواعيش ومتطرفين وما خلاو ما قالوا عليهم. ودابا الاخوان قناه لا ار ام سي كتهموا انه ميزوجيني وانه كيعاير في العيالات وما كيحترمش المراه. وانتم راكم عارفين الاخوان لوروب ولا هضرتي لهم على المراه بقيتي تما. وهنا الاخوان بالضبط فين غيخرج الكابتن وليد الركراكي وغيدافع على زكريا بوخلال وغيقول لهم ان هذا اللاعب بالضبط هو اللي عمركم تشوفوه داير شي مشكل ولا خالق شي بلباله، حيت هذا الدري بالضبط عنده واحد الاخلاق وواحد المبادئ اللي ما شتاش في بزاف ديال اللعابه، والوالدين ديالو عرفوا يربيوه ومنفتحين. وكيقول ان زكريا راه من سابع المستحيلات انه يرد على ديك السيده بديك الطريقه. وحتى فاش وليد الركراكي هضر مع زكريا قال لي انه هاد الناس هادو غير ظالمينه ومطيحين عليه الباطل. وهاد الهضره كامله اللي كتروج في وسائل الاعلام ما منها حتى شي حاجه. راه كنهضروا الاخوان على واحد اللاعب اللي كياخذ من المال ديالو الخاص باش كيدير الخير وهو فرحان اكثر منهم حيت جيت هنا والله هذا الشيء عجبني بزاف. دائما كنبغي نمشي لبلاصات بحال هادو، شوف الدراري مساكن فرحانين، عجبهم الحال. الكره هي كل شيء عندهم، كلهم يبغوا يلعبوا مع المنتخب ماشي باش يتبوز على عباد الله ولا يبان انه كيدير الخير. وغنعطيكم واحد المثال ديال واحد الحاجه اللي دارها اللي كتبان عاديه ولكن بالنسبه للدراري الصغار راه ما لقاوهاش في بزاف ديال المدن. وشوفوا معايا صارت بوخلال لهذه القريه رأت عينه انه يمكن ان يقوم بشيء ما، فاقترحنا عليه ووافق على القيام بتأهيل هذا الملعب. طبعا المبادرة طيبة أولا، ولكن نريد أن تكون بداية. سنعمل كل ما في وسعنا. أولا سنطلق اسم أبو خلال على هذا الملعب. حسيت بحال كنت انا صغير اول مره ندخل في التيران زوين سبحان الله، جاي من هولندا بحال فين بديت انا، وان شاء الله يبقاو فرحانين وبحال قلت يطلعوا بزاف الكواريه من هنا. وكيف مشوا معايا الاخوان هذا الشيء كامل اللي كيدير هذا السيد هذا كيدل على حاجه واحده، ان هذا السيد متخلق ومربي ويستحيل انه يهضر بديك الطريقه مع ديك السيده اللي نوضت عليه هذا البلبال. ولكن المفاجاه تكون في الاخر، حيت هذه 3 ايام الاخوان فريق تولوز اللي هو معني بالامر خرج بواحد البيان رسمي وقال ان هذا الشيء كامل اللي تقال في حق هذا اللعاب هذا، وان هذيك الاذاعه على ار ام سي سبور ديال فرنسا كانت غير كطيح الباطل على هذا السيد هذا، وان داك الشيء كامل كان غير كذوب. وهذا الشيء راه ما تقالش كاع في داك لافيسيير، وان ينصركم الله فلا غالب لكم. ومن بعد الاخوان زكريا غيتلاقى مع ديك السيده اللي كيقولوا لا ار ام سي انه زكريا رد عليها بديك الطريقه، وحتى هي غادي تنفي ديك الهضره. وهذا المقال هذا اللي كان كتب زكريا قال انه تلاقى مع السيده والامور سالت هنا وداز كل شيء بخير وعلى خير، وزكريا راه كيتريني عادي في الفرقه ديالو وغيلعب في الماتش الجاي. ولكن الاشكال اللي كاين هنا الاخوان ان ديما كنلقاو مشكل في الدوري الفرنسي مع اللعابه المسلمين، وكيبان لي انا والله اعلم انه العام الجاي غتتم الهجره ديال اللاعبين المسلمين من الدوري الفرنسي. وهذا كيبقى رايي الشخصي ديالي وما كرهتكمش الاخوان نتوما تجاوبوني في لي كومونتير وتقولوا لي الراي ديالكم. السلام عليكم.